ثاني طلع معنا ونرحب فيه اخوي ولكن ابي ردوا عليه طالب. وبعدين مدنا ماشي انتظر، لا مشكل. لا انتظر دورك. تفضل يا اخوي ابي طالب. ابي طالب. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا فيك في بثنا، ومرحبا باخواننا في موريتانيا. مرحبا بك أخي الكريم، وشكرا على الاستضافة. طبعا أنا لي تدخل بسيط جدا فيما يخص ما جرى في هذه الدورة العادية للاتحاد الإفريقي. الأمور هناك كانت واضحة جدا. أنا أعتقد أن المغاربة لو خيروا بين نائب رئيس مفوضية والرئيس المفوضية لاختاروا الرئيس. أريد أن أؤكد أن الهدف الكبير والأسمى في هذه الملحمة، لأنها كانت فعلا ملحمة، كان أن يتأكد المغاربة أن يكون رئيس المفوضية وهو شخص يعني في صفهم ويشاطرهم رؤيتهم فيما يخص هذا الملف المفتعل، وقد أفلحوا في ذلك بوصول وزير الخارجية السابق لجيبوتي، وهو شخص فعلا صديق للمملكة المغربية. وفي عهده 2021 تطورت جدا العلاقات، واستطاع أن يصل إلى أبعد ما يمكن أن يصل من اعتراف بمغربية الصحراء بافتتاح تلك القنصلية العامة لجيبوتي في مدينة الداخلة عروس وادي الذهب. إذن التحدي فعلا كان للجزائريين هو ذلك المنصب، رغم يعني أنه ليس مهم عفوا كثيرا، ولكن مهم كان جدا أن يكون للجزائريين موطئ قدم. لأنه تصور معي لو أن كذلك هذا المنصب استحوذ عليه يعني المغاربة، كانت ستكون في الحقيقة الضربة القاضية للحبل، أقول الحبل الضعيف الذي ما زال يمسك بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، عندما يكون الرئيس المفوضية وهو موالي للمملكة المغربية ومعترف بمغربية الصحراء، وتكون نائبته مغربية. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنها كانت ستكون نهاية، ولذلك رأينا هذا الفرح الذي وصفته أنه يصل إلى الهستيريا، ووصفت أن رأينا كذلك الدموع، ورأينا أن القلوب قد بلغت الحناجر إلى هذه اللحظة. رأينا ذلك، يعني لم يكن يخفى على الفيديوهات أوضحت ذلك، لأن كان التحدي كبير. كانوا يعلمون أن هذا المنصب يعني بالنسبة لهم كان تحدي كبير جدا ليبقوا يعني قريبين من القرار ومما يجري في الاتحاد الإفريقي. ظهر ذلك أيضا أن الجزائر رمت فعلا بثقلها بمجيء وتواجد الرئيس الجزائري بهذه الطريقة، ورأينا كيف يعني تواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي يجب أن نعترف بذلك أنه هذا رئيس الوزراء هذا يعني شخص ماكر جدا، ورأينا في علاقته مع مصر وذو نفوذ، ورأينا ذلك الاتصال الذي وقع، وتلك يعني تواجدهم في تلك السيارة كان يوحي أن الجزائر تستغيث فعلا بإثيوبيا لتعينها في الوصول إلى هذا المنصب، حتى تبقى يعني تحافظ على شيء من التواجد في مركز قرار يعني المفوضية. إذن شخصيا أعتقد على زيادة على ذلك فيما وقع في الكواليس كان واضحا جدا. يعني لا أمتلك فعلا الأدلة، ولن يعني أيضا أعزم على أن أقول أنه كانت هناك يعني ممارسات غير دبلوماسية أو غير قانونية،
ولكن نحن نعلم ما يجري يعني في كواليس مثل هذه القمم، خاصة مع الأسف الشديد أقولها بامتعاض كإفريقي، ولكن عندما قلت أنها رمت بثقلها يعني أنه يعني كانت أمور واضحة يمكن أن نأخذ منها على الأقل أن كون أنك تأتي وأنت في يعني انتخابات أو في هذا وتقول أنا أتبرع للاتحاد الإفريقي ب1,000,000 دولار هكذا، هذا في حد ذاته يعني أعتقد أنه يكفي لنقول أن حاولت الأموال هناك أن يعني تؤثر على سير الأمور في تلك يعني الظروف التي رأينا. على كل حال هذا لا يغني يعني لا يغير من الأمر شيئا، لأنه ما تسعى إليه الجزائر كان هو نوع من الانتصار لتسويقه أيضا داخليا بعد انتكاسات سميتها كثيرة وكثيرة، انتكاسات دبلوماسية توالت كثيرا، وكان الجزائريون في مأس الحاجة في أن تكون منافسة بينهم وبين المغرب وأن يفوزوا، لأنه فعلا أنا أعتقد شخصيا أن كانت قضية حياة أو موت بالنسبة كذلك للنظام هناك. أنا أعتقد قال لي شخص لو أن المغاربة ربحوا هذا المنصب لن تعود الفرقة الدبلوماسية الجزائرية من القمة إلى الجزائر تبحث لها عن مكان. أنا شخصيا رأيت في ملامح وحتى الفيديوهات التي وصلتني سمعت ما يعني تفوه به رئيس دبلوماسي يعني وزير الخارجية، فيعني وكأنه كان ينتظر يعني كارثة في حالة ما إذا خسروا هذا المنصب. طبعا شخصيا ما يمكن أن أقول هنا يعني يؤسفني جدا أن تصل الأمور إلى مهما كان هذه دول العربية في شمال إفريقيا إلى هذا. إذا كان هناك تنافس فالتنافس فيه جانب محمود جدا، وأعتقد أن هذا هو الذي يجب أن تتوجه إليه الدول وتتوجه إليه هذا. ولكن أيضا أقولها وأمانة كمراقب وكمشاهد أن الجزائريين الحقيقة ومسؤولي الغير محمودة في التنافس. لم يسبق لي أن سمعت مسؤول مغربي في الحكومة المغربية سامي يوجه يعني كلام دعني أقول ليس على المستوى في حق الجزائريين، بل إن الملك المغربي خرج وقال في كثير نصح المغاربة بعدم توجيه الإساءات للجزائر، وقال الجزائريين لن تصلكم أبدا إساءة منا، هذا على لسان الملك المغربي. ولكن في المقابل سمعت الرئيس الجزائري يسيء إلى المغرب، وسمعت وزير الخارجية الأسبق يسيء إلى المغرب مباشرة، هذا يعني سمعته. ولذلك فقط أنا أتمنى أقول الإخوة الجزائريين وأقول للإخوة كذلك المغاربة، رغم أني أعرف أنهم في موقع ردة فعل، أنه في الحقيقة كفانا كمسلمين وكعرب وكذا مهما كان الخلاف من على الأقل هذه المنافسة الغير الشريفة وهذا التراشق الذي لا يرقى للأخلاق التي أوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. وشكرا. طيب أخي أستاذ أبي طالب، ربي يحفظك، لست دقيقة وشعل الكاميرا، لست تصبر دقيقة. لا 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 لا، خلوني أتداخل مع الأستاذ، خلوني أتداخل مع الأستاذ. لستك بطاري تشعل كاميرا بورتاماش عندي، لستك شعل لي كاميرا دقيقة. إخواني اللي المشرف اللي لا تحرك الشاشة لو سمحت. أخي أبي طالب لو سمحت. ربي يحفظك، لستك شعل لي كاميرا دقيقة. ثواني يا أخي العزيز، ثواني الله يحفظك، ثواني خليني بس أتداخل مع الأستاذ وبعدين أعطيك يا أستاذي. خلاص تعالنا وقت آخر عشان بس ما نتشتت في المواضيع. طارق لو سمحت أبي طالب، أنت الآن وصلت رسالة جميلة جدا وأشكرك عليها من رجل موريتاني جار لهذه الدولتين، ولكن لكي نتطرق لمواضيع، هل تعتقد أن الحكومة الجزائرية بما أنها كسبت هذا وخسرت مئات الملايين، هل تعتقد أن المرجعية للدولة أو الفائدة للدولة كجزائر أو كحكومة أو كشعب بمقابل هذه الأموال تستحق
أم مجرد زعزعة أمن ودعم موضوع البوليزاريو وليس لها فيها ناقة ولا جمل؟ تفضل أخوي أبي طالب. نعم أخي الكريم، الذي قلت هو حقيقي ويعني ليس من اليوم. أنا قلت دائما أن الجزائر تملك مقدرات لا يمكن وصفها وهائلة بشكل لا يمكن تصوره. من المفروض أن تكون أوصلتها هذه المؤهلات الكبيرة جدا إلى مراحل متقدمة جدا، وأن تلعب الدور الذي رأينا المملكة المغربية لعبت في يعني كما يقال كدولة يعني تجر معها منطقتها إلى الأمام. لأن المملكة المغربية تصور معي أن تقارن المملكة المغربية من ناحية يعني الإمكانيات المادة، تكون المملكة المغربية أقوى من الجزائر فيما يسمى بالاستثمارات المباشرة الخارجية. ترى المملكة المغربية تفوق الجزائر في الاستثمارات ما يسمى les IDE les investissements directs étrangers، يعني الاستثمارات الخارجية الأجنبية. المملكة المغربية تتفوق على الجزائر في إفريقيا. إذن قلت بالحرف الواحد إنكم تحملون معكم عبئا ثقيلا منذ 5 عقود سيفسد عليكم مشيتكم وسرعتكم، ولن تستطيعوا أبدا أن تبرحوا مكانكم ما دمتم تحملون معكم هذا الثقل الكبير وهو هذه الأزمة المفتعلة. وأنا أقول لك أخي الكريم أن سيواصلون مع الأسف الشديد. حدثنا الاحتلال الموريتاني يقلم وذهب 4 سنوات. انزل تحت تعلم الأدب، قلنا لك بدون مقاطعة. تفضل أخي. مسكين هذا الشخص دائما لديه فقط هكذا كلام بدون معنى. المهم أقول، وهذا سيكون شاهدا عليهم، أنهم يخسرون يوما بعد يوم في هذا الملف وتستنزف قدراتهم، وهذا ما سيمنعهم ويواصلهم فيما يتخبطون الحق فيه من تخلف، أقولها تخلف. ومما وبالمقابل المغرب التي كان من المفروض أن يتم تعطيل مسيرتها بالحرب، لأن الحرب يا أخي الكريم معروف أن الهدف منها أولا هو تعطيل تقدم الأوطان. عبقرية المغرب أقولها هنا تتضح وسيتم دراستها وسيتم تدريسها. كيف يمكن لدولة تكالبت عليها في فترة من التاريخ خلال العقود الماضية تستطيع أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم من نتائج؟ وهنا تظهر العبقرية. ليست هناك دولة فرضت عليها حرب إلا وتم تركيعها ويعني الضغط عليها اقتصاديا بطريقة لا يمكن. الغريب الذي جرى أن المغرب في استرداد يعني هذه الأقاليم وبالضغوط التي جرى خرج اليوم بأقاليم هي أقول لك بالحرف الواحد، وأنا لا أكاد تفوت سنة إلا وأزورها 2 أو 3 لأنها حدودية معي. أقول لك أنها أفضل من بعض الدول التي استقلت منذ الستينات. هذا الأمر هو الذي يعني يعتقد البعض أننا نلمع، ولكن على العكس يا أخي الكريم، هذه شيء يعني يجب أن نقف أمامه وقفة إجلال وتقدير لهذا الشعب المناضل. ولذلك هم يعني يضحكون على المملكة، يستهزئون منها ويقول نحن أسقطنا كذلك من طائرة المغربية وأسرنا من المغرب وقتلنا منهم. وقلت هل الأمور تسترجع إلا بالتضحيات؟ وهم يقولون أن الذين يؤمنون أنه يجب أن يكون شهداء، الذي ضحى به المغاربة من أنفسهم وأموالهم ومعداتهم لا يمكن
جبره ولا حصره. والنتيجة هي التي رأينا اليوم، أن هذه الأقاليم، وهذا هو الذي يجب أن ينظر إليه يا أخي الكريم بطريقة واضحة. هناك نقطة انطلاق هو 1975 اتفاقية مدريد التي تنهي الاستعمار، وهنالك نقطة وصول هو أن هذه الأراضي اليوم هي تحت سيادة المملكة المغربية، ما تحمل الكلمة من معنى، وبما يحمل مفهوم السيادة لا قديما ولا جديدا من معنى، هذا كله متوفر اليوم في المملكة المغربية. هذه هي النتيجة التي يجب أن ننظر إليها بطريقة واحدة. يقولون ماذا حققتم؟ أقول الذي حقق بسيط، أن كانت هناك أرض مستعمرة من الغرب، من دولة مستعمرة كبيرة مثل إسبانيا، المملكة الإسبانية. هذه الأرض اليوم هي أرض مغربية ترفرف عليها الراية المغربية، وهي اليوم من أقول أنا أذهب دائما يعني السعر البسيط للطائرات المغربية من الدار البيضاء إلى الداخلة، أقول لك أن في طائرتين إلى 3 يوميا، ولا تكاد تجد فيها مكان، وعندما تطلع تجدها عامرة بالسياح وعلى رأسهم الأمريكيين. هذا بمعنى يا أخي الكريم ماذا نريد نحن يعني من هذا الأمر كله؟ نحن نريد أرضا آمنة، أرضا نستطيع أن نعيش، يستطيع أهلها أن يعيشوا عليها بأمن وأمان ورفاهية. يا أخي الكريم، عندما تكون في مدينة الداخلة ويأتي بعد صلاة العصر ترى الأسر لساكنة المنطقة يخرجون، وترى الفرحة عليهم، وترى الأطفال يلعبون، وترى كذا، والله تنسى كل هذه الهرطقات الذي يطلعون هرطقات المواقع وكذا. لازم أزورها أبو طالب، أنت الآن شوقتنا لا لها. يا أخي، نعم أخي الكريم، يعني سبحان الله، هنا ستتفكر وتتدبر في آيات الله وتقول إن الأرض أرض الله يورثها من يشاء من عباده، والحمد لله أنه أورثها لقوم أحسنوا إليها. لعلها لو كانت يعني راحت هنا أو راحت هناك والله تكون فيها حرب، تكون فيها اليوم قتال بين القبائل أو وبين الشعوب. أنا أقولها بالعفو لأني أعرف ماذا يعيش هناك. إذا رجوعا إلى سؤالك يا أخي الكريم، هذا الاستنزاف وهذا المنصب الذي يعني حصلوا إليه، مهما طبعا التكلفة كانت كبيرة جدا، يدخل في إطار مسلسل استنزاف لخيرات هذا الشعب اللي هو الشعب الجزائري، ويرهق كاهله. وأقول لك أن نهاية هذا الطريق مع الأسف الشديد أقولها ستكون نهاية يعني إن لم يجدوا رجلا حكيما يخرجهم من هذه الوضعية. شكرا لك أخوي أبي طالب، واستفدت والله من مداخلتك الكثير. طيب أخواني، احنا وصلنا لنهاية البث، كل واحد بعطيه دقيقة.